السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أيها المتابعون الأوفياء، وخاصة 26 المتقاعدين الكرام. في الفترة الأخيرة وصلتني الكثير من التعليقات، بعضها كان فيه نوع من الحيرة، وبعضها الآخر للأسف كان يحمل اتهامات مباشرة ويشكك في مصداقيتنا حول موضوع الزيادات المرتقبة في معاشة التقاعد. البعض اتهمني بالكذب وقال أن الكلام الذي قلته لا أساس له من الصحة، وأن لا زيادات قادمة للفئات التي ذكرناها، أو أن كل هذا مجرد وعود واهية. أنا هنا اليوم لأضع النقاط على الحروف، ولأؤكد لكم مرة أخرى، ليس بالقول فقط بل بالبراهين والأرقام والمعلومات الرسمية. مهمتي هي إيصال الحقيقة لكم كما هي، وواجبي أن أرد على كل هذه الشكوك والاتهامات بكل شفافية ومصداقية. يا جماعة الخير، من الطبيعي أن يكون هناك قلق وتساؤلات، خاصة وأن موضوع المعاشات يمس حياة الآلاف من عائلاتنا، لكن دعوني أوضح لكم: كل كلمة قلتها في الفيديوهات السابقة لم تكن من عندي، بل هي مستقاة من مصادر رسمية ومؤكدة. الدولة لم تنس فئة المتقاعدين، بل على العكس تماما. هناك خطة واضحة المعالم وميزانية ضخمة تم رصدها لضمان عيشكم الكريم. في هذا الفيديو سأعيد شرح كل التفاصيل، وسأكشف لكم الأرقام بوضوح، وسأبين لكم كيف أن الزيادات ستشمل الجميع تدريجياً، كل فئة حسب وضعها، سواء بتخفيض الضريبة أو بالزيادات الاستثنائية التي تحدثت عنها. فلا تدعوا الإشاعات المغرضة تضللكم، ولا تستسلموا لليأس. يا جماعة الخير، كل واحد فينا يخلص فوق 5 ملايين سنتيم راهو على موعد مع خبر شباب ويفرح في الأيام اللي جاية. في هذا الفيديو رايحين نمدولكم تفاصيل دقيقة ومهمة مدعومة بالبراهين والأرقام، باه توضح لكم الرؤية باللي الدولة ما نسيتش حتى فئة، بالعكس راهي تمشي بخطوات ثابتة ومدروسة على حساب تخطيط محكم. نطلب منكم تشوفوا الفيديو مليح باه تفهموا الحقيقة كاملة، ما تترددوش، تعبروا على آرائكم في التعليقات، وتشتركوا في القناة وديروا جيم للفيديو. لازم نتقاو يد وحدة باه صوتنا يوصل بقوة، خاطر صوت واحد يقدر يذيع بصح 1000 صوت يدير الفرق ويحقق الشيء اللي رانا نحوسوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا المتابعين الكرام، وخصوصا المتقاعدين والمتابعين الوفيين اللي ديما معانا. واللي ما نبداو في موضوعنا تاع اليوم، اسمحوا لي نحبس لحظة بنعبلكم على شكري وتقديري الخالص من كل قلبي. فيديو اللي فات دار تفاعل هايل، وتعليقاتكم ودعمكم كانوا روعة، حتى الكلمات اللي عبرتوا فيها على وضعكم الشخصي وصلتني كل وحدة فيهم، وهذه اللي تخليني نخدم بجدية أكبر وبنية صادقة. نشكر لكم بزاف على الثقة اللي مديتوها لنا، وعلى متابعتكم الدائمة، وعلى كل جام وبارتاج. احنا عائلة واحدة، وكل ما كبرنا زاد تفاعلنا وقوى صوتنا قدام المسؤولين. نسأل ربي يبقيكم سند لينا ديما، خاطر فيديو اليوم هو نتيجة دعمكم، والمواضيع الجاية راح تكون أقوى وأهم بفضل تشجيعكم المتواصل. بخصوص التعليقات اللي جاتنا واللي يتسقسي عليه ما استفادوش من تخفيض الضريبة، وعليه كاين فرق بين المتقاعدين، خاصة أصحاب الخلاصات اللي فيهم 4 ملايين و200 ألف سنتيم، نحبوا نوضحوا باللي الدولة راهي تمشي على خطة شاملة ومدروسة على مراحل. كل فئة من المتقاعدين عندها وقتها الخاص باه تستفاد من الإجراءات اللي راهم يديروها. الزيادة الاستثنائية راهي جاية أكيد، وراح تشمل الفئات اللي ما استفادوش من تخفيض الضريبة. هذا الإجراء يستهدف أساساً أصحاب الرواتب اللي تتراوح بين 50 ألف دينار جزائري 5 ملايين سنتيم، وتوصل حتى لأكثر من 100 ألف دينار جزائري 10 ملايين سنتيم. والسبب في هذا يرجع القانون اللي راهو واضح وصريح في هذا الشيء، ما يقدروش فئة تستفاد من تخفيض ضريبي وفئة أخرى تقاد بلا زيادة. هذه الزيادة الاستثنائية هدفها تحقيق التوازن وتعويض الفرق. معناها إذا ما استفدتوش من التخفيض راح تستفادوا حتما من زيادات بنسب جد عالية، ونسب مئوية كبيرة راح تكون في صالحكم. هذه الفئات اللي خلصتهم من 5 ملايين ويفوتوا 10 ملايين راح يكونوا على موعد مع زيادة استثنائية عندها أهمية كبيرة. وباه نوضح لكم الصورة أكثر،
أما بخصوص السؤال اللي تكرر بزاف في القناة واللي يدور عليه ما طبقوش الزيادة دفعة واحدة على كامل الناس، متهركم باللي الدولة راهي تتبع استراتيجية حكيمة باه تتجنب التضخم والانفجار المالي. دارت خطة تدريجية ومحكمة باه تضمن الاستقرار المالي وتوزع الدعم والزيادات بطريقة عادلة ومنصفة على كامل الفئات. هذه الخطة تبدأ بمعالجة كل فئة وحدها وتراجع القوانين المعمول بها على حساب الإمكانيات المتوفرة، وتوزع الزيادات بطريقة منظمة مبنية على الأولويات المحددة. بصح الشيء اللي نحبوا نأكدوا عليه بزاف هو باللي ما كان حتى فئة راح تتنسى ولا تتهمل، كامل راح يستفادوا، وهذا يشمل حتى المنح المنقولة. جاتنا بزاف أسئلة بخصوص الأرامل واليتامى واللي يشدوا منح واللي عندهم خلاصات قليلة واللي عندهم خلاصات كبيرة. حتى بعض المتقاعدين اللي خلاصاتهم تفوت 10 ملايين سنتيم سقساو خدمنا وتعبنا وكنا إطارات كيفاش ما تشملناش هاد الزيادة. نأكدوا لكم باللي الزيادة راح تشمل كامل الناس، حتى اللي يخلص 30 مليون سنتيم كل واحد راح يدي حقه كامل مش منقوص. ما كاين حتى فئة راح تتنسى في هاد الزيادات. صح التخفيض الضريبي ما راحش يشمل كامل الفئات، هو موجه اساسا لاصحاب الدخل القليل، بصح كاين زيادات اخرى جايه خاصه للفئات الاخرى اللي ذكرناها. هاد الزيادات اللي رانا نتسناو فيها راح تتجسد عن طريق عده طرق، اهمها الزياده الاستثنائيه السنويه وزيد عليها التثمين السنوي للمعاشات ورفع الحد الادنى للاجور. كاين تاني دراسه جديه باه يطلعوا سقف التقاعد العالي، وهذا معناها راح يزيدوا عدد المستفيدين باه تشمل فئات اوسع من المتقاعدين. هذه المساله راهي قيد الدراسه حاليا وراح يدخلوها تدريجيا في منظومة التقاعد. وباه نمدوا لكم صورة أوضح على حجم التزام الحكومة، نحبوا نلفتوا انتباهكم لمعلومة جد مهمة. كتلة الأجور في الجزائر وصلت 4429 مليار دينار جزائري، وهذا يمثل نسبة 47% من ميزانية التسيير تاع الدولة. هذا الرقم الضخم يأكد باللي الدولة خصصت دراهم بزاف للأجور والمعاشات، ومستحيل تنسى فئات المتقاعدين اللي قدموا بزاف لهذا الوطن. كاين مبلغ 147 مليار دينار جزائري مخصص للزيادات في خلاصات التقاعد، والهدف الأساسي من هذا هو تحقيق الزيادة التدريجية للمعاشات باه تتناسب مع الدخل. هاد الزيادات راح تكون بين 10% و15% وراح تطبق على حساب كل شريحة وبنسب متفاوتة باه نضمنوا العدالة. وهذا يعني باللي المتقاعد اللي خلص قليل راح يستفاد من التثمين والتخفيض الضريبي، ما المتقاعد اللي خلاصته متوسطة راح يدير زيادة استثنائية كبيرة، والمتقاعد اللي خلاصته تفوت 5 ملايين سنتيم راح يكون معني بمراجعة تدريجية لخلاصته عن طريق زيادات خاصة تحسين الحد الأقصى. كامل هذه الإجراءات هدفها تحقيق عملية عادلة ومنظمة وتضمن حقوق كامل الناس. الدولة في سعيها بها تحقق هذه العدالة تعتمد على الحكومة الجزائرية ومن خلال تصريحاتها الواضحة أكدت باللي كامل المتقاعدين راح يستفادوا من زيادات في خلاصتهم مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والوضعية الاجتماعية تاع كل واحد. وهذا يعني كما قلت لكم بزاف مرات في التعليقات باللي ما راح يكون حتى تهميش لأي فئة، وما راح يقعد حتى متقاعد بلا ما تتعدل خلاصته. بالعكس كاين عدالة تدريجية راح تطبق على كامل الناس تضمن حقوق كل الشرائح. وللناس اللي تسقسي على الاجتماعات متكررة تاع رئيس الجمهورية وعلاه ما يهدرش مباشرة على موضوع المتقاعدين فيها، نأكد لكم باللي كل حاجة تجي في وقتها المناسب وعلى حساب الأولويات المحددة. ففي الجريدة الرسمية الأخيرة اللي خرجت صادقوا رسميا على المبلغ المالي الضخم المخصص لخلاصات التقاعد، وأكدوا على إقرار زيادة سنوية منتظمة وزيد عليها منحة استثنائية راح يكون عندها تأثير إيجابي كبير على المتقاعدين. كاين تاني تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي، وهو إجراء مهم بزاف راح يدخل حيز التطبيق قريب وراح يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. الحكومة راهي تخدم بزاف باه تسدث وتطور نظام التقاعد كامل باه يكون أكثر عدالة واستدامة على المدى الطويل، وهذا يضمن حقوق الأجيال الجاية تاني. الأول مرة كتلة الأجور تشهد ارتفاع بهذا الشكل اللي راهو معلن، وهذا يعكس تخصيص دراهم بزاف عشان ماشي مسبوقة تروح مباشرة لقطاع التقاعد بلا ما يكون هذا على حساب الفئات الأخرى في المجتمع. خاطر رئيس الجمهورية صرح بوضوح تام المتقاعد لازم يعيش بكرامة وعزة نفس، لذا ما تخلوش الإشاعات والهدرة الكاذبة توهمكم باللي هذه هي النهاية ولا باللي المتقاعدين في وضع صعيب ما منوش مخرج. إذا بقيتوا تبعوا الإشاعات والأخبار اللي تحبط المعنويات اللي راح تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك واللي تقول باللي حقوقهم ضاعت، ما تصدقوش هذا الشيء كامل، هذه غير إشاعات ما عندها حتى أساس من الصحة. في الختام نأكد لكم باللي الزيادة راح تشمل كامل الناس، يعني كامل الفئات
تدريجياً، سواء عن طريق التثمين السنوي للمعاشات ولا التخفيض الضريبي ولا الزيادة الاستثنائية ولا رفع الحد الأدنى للأجور. الأرقام الرسمية اللي خرجت من الجهات المختصة تأكد بوضوح باللي ما كاين حتى فئة راح تبقى مهمشة ولا منسية، والزيادات بإذن الله راح تكون بين تاني 10% حتى الأكثر من 15%، وراح تطبق على مراحل منظمة ومدروسة بعناية كبيرة بها نضمن تحقيق العدالة والإنصاف للجميع.